بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. الحلقة رقم 13 من حلقات فيها حاجة حلوة، وفعلا فعلا فعلا مصر بلدنا فيها مليون حاجة حلوة، والله 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 فيها مليون حاجة حلوة. الكلام طبعا من امبارح وسامعين وشايفين كل الكلام على قضية عبد الله السعيد اللي رافعها عليه النادي الأهلي لاسترداد حقه، لأن الأهلي يسترد حقه. الأهلي ما بياخدش غير حقه. وأهم حاجة وأفضل حاجة واللي أنا عايز أقوله إن النادي الأهلي منذ تأسيسه ومنذ تاريخ نشأته لا يعترف إلا بحقه، وما بياخدش أكتر من حقه. أيوة، في حتة جبروت، يعني في حتة إنه اللي يطلع من الأهلي ما يرجعش تاني، حتى لو باس الأيادي وباس الأقدام. وده موضوع طبعا ما فيهوش تسامح، يعني في الإسلام وفي الدين وفي الشرع وفي الدنيا المفروض فيه خلاص يعني سماح، لكن لا، الأهلي ما عندوش كده. ودي مش وحشة، يعني على قد ما إنه ضد العرف والسائد والشرع والدين وكله ده بيقول لك إيه، سامح خلاص. واحد بيتأسف لك سامحه، ده مع بعض. لكن في النادي الأهلي لو قعدت تسامح ده وتسامح ده وتسامح ده مش هينفع. فعشان كده أنا مع الموضوع، ولكن في القضايا الأهلي دايما ما بياخدش غير حقه، ما بياخدش أكتر من حقه. فعبد الله السعيد، وفي واحد في الإمارات طالع يقول لك إيه، الإعلام العالمي بيكشف الأهلي في قضية عبد الله السعيد. يعني ايه يكشف الاهلي في قضيه عبد الله السعيد؟ يعني الاهلي بيتباطل على عبد الله السعيد؟ ده بند في العقد وبينفذوا البند اللي في العقد. هو طالع مع جريده مدفوعه الاجر، ولا مش جريده كمان، حوار صحفي لموقع ما تعرفش هو امريكي ولا انجليزي، بيقولوا انجليزي الله اعلم، وفي ناس بتقول امريكي. فهو موقع وخلاص، موقع وموقع غير يعني ملوش لازمه، بس مدفوع الأجر، يعني دافعين له فلوس، والراجل اللي عمل الحوار مدفوع له فلوس، أيا كان بقى هو أمريكي إنجليزي أيا كان. طب إيه لازمته؟ كلام فاضي، كلام فاضي، حوارات عشان يلهوا الأهلي ويلهوا الموضوع. اسمه مين ده، إمام عاشور، واللي بيحصل في نادي الزمالك، والراجل اللي طلع خرف من كام يوم الخميس طبعا والجمعة قاعد يشتم في طوب الأرض ويشتم في خلق الله. وأنا مش عارف عمرو أديب ومراته سايبينه ليه. يعني عمرو أديب مش قليل في البلد، يعني المفروض إن عمرو أديب ما يسكتلوش بالقضاء، مش يرد عليه يعني ومع ذلك ممكن يطلع يرد عليه عمرو أديب، ما عندوش وقت يعني. فهو قضية عبد الله السعيد ده من حق الأهلي وهياخد حقه، والأهلي مش هيسيب حقه أبدا، مش هيسيب حقه أبدا. ولذلك الأهلي حقه ما بيسيبوش حتى لو مع أي حد. ولما الراجل السعودي اللي كان رئيس النادي الشرفي قال حقي وأنا دفعت وأنا اديتهم، والساعات اللي عمالين يتحججوا بيها راحوا ودها لهم وأقروا بيه في صندوق تحيا مصر. يعني الدولة نفسها أقرت إن الناس رجعت الحاجات بتاعت الراجل، فخلاص حقك وخدته، فحقك خدته. هو ده الأهلي، هو ده الأهلي، وما بيتباطلش على حد. ولذلك كل اللاعبين وكل المدربين وكل العاملين في النادي الأهلي ما فيش واحد فيهم بيطلع يشتكي وبيقول أنا ما قبضتش الراتب بتاعي، أو لمدة شهرين ولا لمدة 3 شهور ولا لمدة 4 شهور، حتى لو متأخرة فلوسه. لو متأخرة فلوسه الأهلي بيوعده هدها لك، يبقى هدها لك.
يعني حتى وائل جمعة طلع بعد ما اعتزل بسنتين قال الاهلي بعت لي فلوسي. والراجل ده كان اسمه احمد حسن استاكوزا لو تفتكروه، برضه طلع قال الاهلي جاب لي فلوسي وكان ليا مكافأة مش عارف ايه، المكافآت مش المرتبات، مكافأة بطولة بعتوها له، لانه كانت ساعتها ما اتصرفتش. لان المكافآت طبعا الاتحاد الافريقي لما ياخدوا بطولة افريقيا او الاتحاد المصري لما بياخدوا سوبر مصري ولا حاجة مش عارف كانت مكافأة ايه، ما بيوزعوهاش طبعا في نفس الوقت، فبتاخد وقت لغاية ما اجراءات، يعني في اجراءات وورق وتوقيعات، فبتاخد وقت، بتاخد شهر 2 3. والاهلي طبعا ساعتها بيكون اصلا مش فاضي الكلام ده، فبيدوها له بعد سنة بعد شهر بعد سنتين كده كده حقك هتاخده. الاهلي ما بياكلش حق حد، هو ده النادي الاهلي. ولذلك ما فيش حد رافع قضية على النادي الاهلي، ما فيش لاعب رفع قضية على النادي الاهلي. الاهلي بيقدر حتى لو في خلاف في وجهات النظر بيعرف يتفاهم وبيعرف يتفاوض، فبيتفاوضوا مع الناس تفاوض يعني اللي يرضيك ويرضيني، اللي يرضيك ويرضيني، يبقى نقف في منطقة وسط بيننا، نقف في منطقة وسط بيننا، وبعد كده انت هتاخد حقك وانا هاخد حقي، وكله بالتراضي، كله بالتراضي. مفيش حاجة اسمها القضاء او الفيفا او المحكمة الدولية الرياضية ضد النادي الاهلي، لا. حتى موضوع كهرباء ده مش ضد النادي الاهلي، موضوع كهرباء ده بين كهرباء والنادي البرتغالي ونادي الزمالك، اللي هو بعد الإعارة بتاعت اتحاد جدة بيتهيألي طلع على نادي البرتغالي ساعة ما بيقولوا عليه هرب ومشى ومش عارف ايه. وطبعا زوروا له عقده في مصر هنا انه وثقوه بعد ميعاده بسنة. فهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي عريق وبيتحدى الناس كلها، بيتحدى الناس كلها وبيوفي بالعقود. الوفاء بالعقود هو سمة النادي الاهلي، الوفاء بالعقود هو سمة النادي الاهلي. هو ده الكلام اللي انا عايز اقوله. ولذلك حتى في الطايرة الوفاء بالعقود. مريم مصطفى مضت عقد مع النادي الاهلي وبعد كده عايزه تخل بالعقد، للاسف. وهو ده الوفاء بالعقود، الوفاء بالعقود. هي مش عايزه توفي بعقدها، ليه؟ جالها فلوس اكتر من نادي من نادي الزمالك، فهيديها 1,000,000. طب هي كانت بتاخد 300,000، يعني 3 أضعاف، والله اعلم. يعني بيقولوا ممكن يكون اكتر من 1,000,000، ممكن يكون 900,000. المهم برضو قد النادي الاهلي 3 أضعاف. فانت شوف لما تاخد قد اللي كنت بتاخده 3 مرات، الا لو انت منتمي للنادي الاهلي. ففي بنات في الطايره مرضوش يمشوا. الاهلي ما قصرش مع واحده فيهم. حتى مريم مصطفى بتاخد مرتبه لغايه ما هي اللي هربت، هي اللي مشت. يبقى هي دي اللي المفروض نقول عليها هاربه. ولكن الاهلي اوفى بعقده معها، بيديها مرتبه وبيديها مكافآتها زي اي حد في الفرقه. واتحاد الطايره واقف معاها عشان نائب الاتحاد المصري لكرة القدم لكرة الطايرة هناء حمزة والدتها أمها، فطبعا واقفة مع بنتها ضد الحق، لأن الأهلي هو الحق، الأهلي هو الحق، واقف على الحق. طبعا الحق هو الله، لكن الأهلي دايما بيكون على حق في العقود بالذات. فلازم لازم نخلي بالنا من موضوع الوفاء بالعقود، مش في الرياضة بس، في حياتنا كلها، في الحياة العامة. اوفي بالعقود. انا يوم ما اقول لحد هديك 10 جنيه هديله 10 جنيه، بكرة بعد شهر هديله 10 جنيه، لان ربطت نفسي بكلمة. الكلمة بالنسبة لنا عقد،
الكلمة بالنسبة لنا عقد. ولذلك حتى يعني النادي الأهلي نفسه كده، بس طبعا دلوقتي كله إيه؟ كله بالورق وكله بالوثائق وكله بالمستندات. فالمستندات بتبين وبتدين عبد الله السعيد زي ما المستندات والصور وفرحتها هي وأمها بتدين مريم مصطفى في الطايرة. لكن في ناس مشت، يعني في كرة الطايرة ولا في كرة اليد مش عارف، في 2 مشوا وراحوا الزمالك، كان عقدهم انتهى، مرضوش يجددوا. هل الأهلي عمل لهم حاجة؟ هل الأهلي وقف في طريقهم؟ قال لهم اتفضلوا. رمضان صبحي يوم ما ضحك على الأهلي وقال لهم استنوا وانتظروني وهعمل ومش عارف ايه، قالوا له ساعة، قدامك ساعة، حدد موقفك، قدامك ساعة، وراح بعد كده مشى. أيوة الجمهور بيهاجموا، لكن الإدارة والنادي ما مش فارقة معانا في النهاية، مش فارقة معانا، لأن الأهلي ما بيوقفش على حد. الأهلي أهم حاجة الوفاء بالعقود، فأوفى بعقده مع كل الناس، ما أخلش بأي عقد. فعبد الله السعيد دلوقتي زعلان، طب ما من حق الأهلي، لأنه في بند ما ترجعش لمصر في خلال 3 سنوات لأي نادي مصري. طب انت رجعت البيراميدز، يبقى انت بتخل بالعقد، انت اللي خليت بأحد بنود العقد. تحمل زي ما دلوقتي كهرباء بيتحمل. ايش معنى موضوع كهرباء؟ الزملكاوية مبسوطين انهم هياخدوا 50 مليون و20 مليون و70 مليون، وكل واحد بيطلع يقول كلمة. طب ما لو اثبتت المحكمة ان من حق النادي الزمالك، خلاص من حقه، وعشان كده كهرباء هيدفع. هو الاهلاويه بيقولوا ايه؟ كهرباء هيدفع. بس في حاجة في صالح كهرباء، اللي هو ايه؟ لو اثبت تزوير اتحاد الكرة واثبت ان الموعد اللي توثق فيه العقد الجديد بتاع تجديده لنادي الزمالك ما توثقش في ميعاده، لو قدر يثبت والمحكمة أقرت بكده، يبقى كهرباء على حق. فهو القصة كلها الحق أحق بأن يتبع. وعشان كده غاظني أنا الموضوع ده كله، غيظني إن الزملكاوية مبسوطين بالحوار اللي عمله عبد الله السعيد. يعني انتوا فرحانين، ده انتوا ما بتفرحوش بحاجة بتاعتكم، هتفرحوا بعبد الله السعيد؟ صح، القرعة بتتباهى بشعر بنت اختها، فعلا. فده يعني هو ده النادي الاهلي بقى، ويبين لك الفرق بين الاهلي واي نادي تاني، اللي هو نادي الزمالك. وش كده الاهلي ما بيتباهاش وما بيتفخرش وما بيفرحش بانجاز اي حد اخر، لا احنا بنفرح بفرقتنا، احنا بنفرح بنفسنا. لازم انا بنفسي اللي اعمل الحاجة اللي اتفاخر بيها واتباهى بالنادي الاهلي. لكن انا اتباهى بواحد عمل حاجة في نادي الزمالك، طب انا استفدت ايه؟ انا مالي؟ هل هذا انجاز؟ طبعا هم دلوقتي عاملين ان ده انجاز لنادي الزمالك، مبسوطين وطالعين شمتانين في النادي الاهلي. للاسف كل جماهير نادي الزمالك اللي عليها بيضة، اللي فيهم حرقان، طبعا جات لهم فرصة ان عبد الله السعيد عامل حوار وعامل مش عارف ايه. بس في حاجات حلوة خالص 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 في مصر، واحلى حاجة في مصر النادي الاهلي. طبيعي بالنسبة لنا احنا كأهلاوية، اجمل حاجة في مصر النادي الاهلي. والنادي الاهلي ما شاء الله المصابين ابتدوا يعودوا. وطبعا عرفنا الف سلامة، ايمن اشرف سافر عشان الرشح بتاع الركبة اللي ليه كام سنة، فراح يتعالج منه ويشوف لو في حقن في الركبة ولا حاجة. بس لسه بقى عبد المنعم هيرجع وهيلبس واقي الوجه عشان مناخيره، وان شاء الله خير.
متولي كمان هياخد له شهر بعد اصابته في المنتخب. وطبعا قصة المنتخب دي قصة تانية، مع انه والله 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 دمروا المنتخب للأسف، دمروا المنتخب. ومين اللي دمره؟ الاتحاد المصري لكرة القدم هو الذي دمر المنتخب. تدمير المنتخب بدأ به هاني أبو ريدة منذ أفريقيا 2019 بالقاهرة اللي في مصر. من ساعتها والمنتخب اتدمر، من ساعة قصة عمرو وردة واللي حصل في أثناء البطولة، ووقوف محمد صلاح. وعلى فكرة محمد صلاح مع عمر جابر، لو عمر جابر لعب في المنتخب يوم مباراة بلجيكا اعرفوا ان الموضوع زي ما الناس بتقول، محمد صلاح هو اللي بيدي اوامر ان عمر جابر يلعب عشان هو صديقه. وبدل مين هيلعب؟ بدل اكرم توفيق. للاسف هو في افضل من اكرم توفيق؟ فهي هتبان. يبقى ساعتها هنسلم بالامر ونقول فعلا محمد صلاح اقوى من مصر، وده مش كويس. ايوه محمد صلاح فخر العرب وفخر لينا كلنا، وكل الناس فوق راسنا محمد صلاح، لكن ما يتحكمش فينا. في الاخر هو برضو لاعب، في الاخر هو برضو لاعب، احد لاعبي منتخب مصر، فرد من الافراد. انت واحد من 25 ولا 23 اللي رايحين، فما تتحكمش في حد. هو كده. تحية لكل اهلاوي وافخر، وهتاخد حقك من عبد الله السعيد ما تقلقش، وخليهم يطبلوا ويهللوا زي ما هم عايزين. وايه الحوار يعني؟ قال الاهلي قتلني، ما يقتلوا، هو من حق الاهلي يقتلوا. ايه عبد الله السعيد واللي بيعمله ده كله؟ ده بينزل منه وعشان الفلوس برضه، كل ده عشان الفلوس برضه. اللي جرى من الاهلي وهرب رمضان صبحي مشي عشان الفلوس، احمد فتحي مشي عشان الفلوس، عبد الله السعيد مشي عشان الفلوس، قبليهم الحضري كان مشي عشان الفلوس. اي حد يفضل الفلوس بيندم بعد كده، وعبد الله السعيد ده هيندم ندم كبير. بس هو كده كده مش فارقه معاه، لان عبد الله السعيد من يومه محترف، محترف وبيتعامل على انه محترف، يعني القرش، القرش، القرش او الجنيه. طبعا دلوقتي ما فيش قرش، ابوها الجنيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.